كندا سؤال بيطارد أي مخلوق عايز يبدأ من جديد وبيدور على باسبور جامد وعيشة تانية. السوشيال ميديا بتبيع لك حلم، طبيعة ساحرة ورفاهية واستقرار، بس على الأرض الحكاية فيها تفاصيل لو معرفتهاش هتلبس في حيطة سد. النهاردة احنا هنمسك الورقة والقلم ونتكلم بالواقع والأرقام عن كل حاجة محتاج تعرفها، من التعليم اللي هتقبض كام وهتسكن بكام، لأهم الوظائف المطلوبة، وموقف ولادك ودينك إيه، وإيه شكل المعيشة هناك، وهل هتعرف تحوش ولا لأ، وإيه هي شروط السفر، والأهم هل كندا أحسن من الخليج ولا ألمانيا أفضل، وإمتى تختار أي واحدة فيهم. وده اللي هنحاول نجاوب عليه في حلقة النهاردة. وأنا أحمد شحاتة، وده نفس الأثر. الميزة الأكبر اللي بتخلي أي حد يستحمل الغربة والبرد هي الجنسية. المسار عادة بيبدأ بالإقامة الدايمة عن طريق نظام النقط، وده بياخد وقت حسب نقطك ومجالك. الباسبور الكندي في العادة بيتاخد بعد 4 أو 5 سنين كحد أدنى من الإقامة، ودي قاعدة 1195 يوم، يعني لازم الشخص يفضل جوه كندا إقامة فعلية 3 سنين. طب ليه كندا بتفتح أبوابها بالشكل المنظم ده لدرجة إن في ناس من أمريكا وأوروبا نفسها بتهاجر ليها؟ هنا الأرقام والدراسات الديموغرافية هي اللي بتتكلم. كندا دولة قايمة أصلا على المهاجرين، والسيستم بتاعها واضح وما بيعملش تمييز بين جنسية والتانية. لكن السبب الاقتصادي والاستراتيجي الأهم واللي بتأكده تقارير الإحصاء الكندية إن كندا بتعاني من أزمة ديموغرافية وزيادة ضخمة جدا في أعداد كبار السن. يعني ببساطة كده كندا محتاجة المهاجرين عشان اقتصادها ما يقعش، لكن بمجرد ما رجلك تنزل من الطيارة الواقع على الأرض بيكون مختلف تماما. مهم في البداية إنك تعرف حجم الصدمة. معهد المواطنة الكندي نشر دراسة استراتيجية كشفت إن معدلات الهجرة العكسية بتزيد بنسبة تاريخية، لدرجة إن الناس بقت تاخد الباسبور الكندي وتطير. وهتفهم السبب ليه كمان شوية. نروح بقى الأول وأكبر فخ هيقابلك، الخبرة الكندية. في مصطلح اقتصادي قاسي شوية بيستخدمه الباحثين في دراسات الهجرة اسمه إهدار العقول، وده بيوصف لنا بالظبط اللي بيحصل هناك. كفاءات بتهاجر والسيستم بيمسح تاريخها المهني. تخيل إنك بنيت سي في قوي، عندك 10 15 سنة خبرة في مجالك، بتنزل من الطيارة وانت متخيل ان الشركات هتفتح لك دراعاتها، لكن بتصطدم بالواقع. لازم يكون عندك خبرة جوه كندا، يعني كفاءتك وسنين شقاك بره ملهاش اي وزن عندهم لحد ما تثبت نفسك في سوقهم. النتيجة بتلاقي نفسك بتبدأ من الصفر كأنك خريج جديد، ولانك مطالب تدفع ايجار وفواتير وتعيش بتضطر انك تنزل تشتغل وظائف مؤقتة زي الدليفري او تشتغل في المعمار او تشتغل في المطاعم. تخيل الضغط النفسي والمادي لما تكون بتصرف على أسرة. ولو فاكر ان ده في المجالات الاداريه بس، تعال نبص على قطاع الطب. كندا عندها نقص في الدكاتره، بس لو انت طبيب دولي ونجحت في كل الامتحانات وخدت كل المعادلات الصعبه هتلبس في حيطه سد اسمها فتره النيابه. وده ببساطه لان القانون هناك بيفرض عليك تشتغل من 2 ل5 سنين نيابه عشان تقدر تمارس الطب في كندا. الكارثه ان السيستم بيدي الاولويه المطلقه للخريجين من كندا وبيسيب اماكن محدوده جدا للخريجين الدوليين، وممكن تقعد بالسنين مستني دورك ومفيش فايده. الواقع العبثي ده بيخلق قصه متكرره. دكاترة كتير بيعافروا وأول ما يستلموا الباسبور الكندي بيسيبوا البلد فورا ويسافروا يشتغلوا في إنجلترا. دلوقتي السؤال اللي بيطرح نفسه يا صديقي، أمال مين اللي بينجح في كندا؟ مين اللي السوق بيخطفه أول ما ينزل من الطيارة؟ التقارير الاقتصادية لسوق العمل الكندي بتأكد إن كندا بتعاني من فجوة حادة في قطاعات معينة. وبالنسبة للمرتبات، المتوسط هناك من 90 ل 120 ألف دولار كندي في السنة. والرقم ده مضلل شوية. ليه؟ لأن الرقم ده مرفوع بسبب أصحاب الدخول العالية جدا، لكن الرقم الواقعي أو المتوسط اللي الأغلبية عايشة هناك في كندا بتاخده بيكون من 60 ل 70 ألف دولار كندي في السنة. وضريبة الدخل هناك بتكون 30% من المرتب، زائد ضريبة المبيعات اللي تقريبا 15% على أي حاجة بتشتريها. وعندك مجالات زي مبرمج لسه متخرج بيكون مرتبه من 65 ل 75 ألف دولار في السنة، ولو خبرة متوسطة شوية من 95 ل 100 ألف دولار في السنة. ولو رحنا بقى المهن زي التمريض من 65 ل 90 ألف حسب المقاطعة اللي انت عايش فيها والتخصص الطبي بتاعك. وفي وظائف مطلوبة جدا زي الاي تي والسايبر سيكيورتي، الرواتب بتاعتها بتتراوح من 75 ل 120 ألف دولار. ولو نزلنا لتحت شوية، موظفين خدمة العملاء أو الوظائف الإدارية البسيطة بتكون من 40 ل 50 ألف دولار. وهنا بقى نيجي لنقطة محورية، وهي المهن الحرفية والمهارات اليدوية. السوق الكندي بيحترم الصنايعية زي الكهربائي، السباك أو النجار، ما بيحتاجوش يدخلوا في دوامة المعادلات البيروقراطية الطويلة عشان يشتغلوا. السباك أو الكهربائي الشاطر هناك ممكن يوصل مرتبه من 70 ل 90 ألف دولار كندي في السنة. الشركات هناك دايما بتدور على الناس الشاطرة، لكن أهم رقم في كل الأرقام اللي قلناها دي، المهاجر الجديد في أول سنة له متوسط دخله بيكون من 45 ل 65 ألف دولار كندي في السنة، وده أقل من المتوسط العام. طب ليه؟ بسبب فترة التأقلم، مفيش خبرة كندية عندك هناك. وعلى الناحية التانية بقى، كندا مش مناسبة تماما لفئات معينة. لو بتشتغل في وظائف ليها طابع ثقافي وإداري، طريقك هيكون هناك مسدود. عندك مثلا وظائف زي الاتش ار، موظفين البنوك، التدريس، الماركتينج، الجرافيك ديزاين،
بيعانوا هناك جدا، والسبب الاقتصادي واضح جدا. الوظائف دي بتعتمد على فهم ثقافة وطباع المجتمع، زي ما احنا في بلادنا بنتفاعل مع الحملات الإعلانية اللي بتتكلم بلغتنا وبتفهم عقليتنا. المواطن الكندي كمان محتاج اللي يفهم ثقافته ويعرف يعبر عنه. عشان كده المواطن الكندي بيكون هو الخيار الأول للشركات، والأولوية بتبقى لخريج الجامعات الكندية. نيجي بقى يا صديقي للجد ولغة الأرقام اللي ما بتكدبش. هتقبض كام وهتصرف كام، لأن ده أكبر مصدر ضغط على أي حد جديد. والقاعدة هناك المعممة اللي بيستخدموها إن إيجارك ما يتخطاش 30% من دخلك الإجمالي، وعلى أساسها عشان تقدر تعيش تستحمل إيجار شقة في مدينة غالية من غير ضغط لازم دخلك السنوي يكون حوالي 100,000 دولار كندي. أي حد دخله أقل من كده هيكون بيدفع نسبة أكبر من دخله في بند السكن فقط. طب والأسعار هناك والعيشة هناك عاملة إزاي؟ طب خلينا نحسبها لعيلة صغيرة عايشة في مدينة متوسطة. هنقول إيجار شقة حوالي 2200 دولار، أكل وبقالة العيلة من 3 أفراد حوالي من 900 ل 1100 دولار، مواصلات قول مثلا 150 دولار، لو معكش عربية هتحتاج من 400 ل 500 دولار بالتقسيط والتأمين والبنزين بتاعها. عندك بقى فواتير كهرباء وإنترنت وموبايل حوالي 300 دولار، أدوية ومصاريف مفاجأة حوالي 200 دولار. المتوسط تقريبا عندنا حوالي 4000 دولار كندي في الشهر من غير رفاهية ومن غير سفر ولا تحويش. وعشان المهاجر او المواطن يقدر يواكب المصاريف دي بيضطر يقع في فخ الديون، بيصرف في الكريدت كارد لدرجه ان كندا بقت من اعلى دول العالم في ديون الافراد مقارنه بدخلهم. بياخدوا قروض عشان يسددوا قروض تانية للاسف. والمعادله دي اللي بتنقلنا للسؤال المرعب اللي اي مغترب بيساله لنفسه: هل بالوضع ده انا هعرف احوش؟ بصراحه يا صديقي ومن غير اي تجميل، الاجابه لاغلب المهاجرين الجداد في اول سنتين ثلاثه غالبا لا، لان دخلك في البدايه اقل من المتوسط. مصاريف الاستقرار في الاول زي انك تشتري عفش والتامين وتعمل وديعه ايجار بتاكل جزء كبير جدا من اي فلوس انت محوشها معاك. وده بحسب احصائيات واستطلاعات راي بتاكد ان 47% من اللي عايشين في كندا دلوقتي عايشين بنظام من المرتب للمرتب. يعني ايه الكلام ده على ارض الواقع؟ يعني انت يا دوب الفلوس اللي بتاخدها من هنا بتخرج من الناحيه التانيه في الايجار العالي والفواتير الاساسيه اللي تخليك تعيش بالعافيه. مفيش اي مساحه في الميزانيه لخانه اسمها تحويش. الضغط المادي المرعب ده هو اللي بيجاوب على لغز الهروب. الارقام بتقول لنا ان كنديين كتير اصلا بقوا بيدوروا على طريقه يمشوا بيها من البلد. والاخطر من كده ان 2 من كل 5 مهاجرين لسه واصلين كندا، يعني ما كملوش حتى ال5 سنين وما استلموش الباسبور، بيفكروا جديا ازاي يسيبوا البلد. وده هينقلنا لمحور تاني عن الثقافه والحريه الدينيه والتعليم. المجتمع هناك فيه مسلمين، والمساجد والاكل الحلال موجودين في كل مكان، بس لازم تتعود انك تقرا المكونات احتياطي. ولما نتكلم بالتحديد عن الدين والحريه في كندا لازم نكون واضحين. كندا مجتمع قايم على التنوع، بيضم خلفيات وجنسيات وديانات كتير جدا، والقانون بيفرض على كل الناس انها تحترم بعضها. انت كعربي او مسلم مش هتواجه اضطهاد يمنعك تروح المسجد، لكن الصدام الحقيقي والموجع للمهاجر ما بيكونش في الشارع. الصدام بيبدا اول ما اولادك يدخلوا المدرسه. المهاجر العربي والمسلم بيلاقي نفسه في مواجهه شرسه عشان يقدر يندمج مع المختلفين عنه ثقافيا ودينيا بدون ما يخسر نفسه. المدارس الحكوميه الكنديه بتقدم تعليم مجاني من الروضه لحد الثانويه، لكن المناهج والبيئه والثقافه العامه احيانا بتصطدم بقوه مع القيم اللي احنا اتربينا عليها. ولما الابهات بيحسوا انهم مش مبسوطين من التعليم ده وبيحاولوا يحافظوا على ثقافه وهويه ولادهم، بيضطروا يلجأوا لمدارس خاصه. وهنا بتظهر المصيبه الاقتصاديه القاسيه. المهاجر بيبدأ يسأل نفسه: انا بدفع نسبه ضرائب عاليه جدا للحكومه عشان المفروض اخد تعليم مجاني، وفي نفس الوقت بضطر ادفع مصاريف اضافيه ضخمه من جيبي المدارس تانية عشان بس احمي عيالي. يعني انت حرفيا بتدفع ثمن التعليم مرتين. الضغط ده بيخلي بعض الاسر تنعزل عن المجتمع، والاخطر من كده ان في ناس بعد ما عاشت التجربه وخدت الباسبور قرروا يسيبوا كندا بالكامل ويعملوا هجره عكسيه لبلادهم لسبب واحد بس: تربيه عيالهم. اختاروا يربوا عيالهم في وسط اهلهم وفي العادات والاجواء اللي اتربوا عليها، لانهم اكتشفوا ان الحفاظ على الاسره والهويه اغلى بكتير من اي باسبور. ولو انت يا صديقي مسافر ومفكر انك رايح دوله غنيه هتدلعك وتطبطب عليك لو وقعت او لو ما لقيتش شغل، الحقيقه على الارض بتقول كلام تاني خالص. تعال نمسك مثال وهو اعانه البطاله. عشان الحكومه اصلا توافق انها تديك الاعانه دي تطلب منك شويه شروط صعبين جدا. اولهم انك لازم تثبت بالورق والمستندات انك بقالك 6 شهور كامله بتدور على شغل وما لقيتش، وتثبت لهم انك قدمت في كام شركه والشركات دي هي اللي رفضتك. طب يا سيدي قدمت الورق واستوفيت الشروط، استنى بقى طابور البيروقراطيه. الاجراءات دي بتاخد وقت بيوصل لخمس ست شهور عشان بس يوافقوا يدوكوا الاعانه. والمفاجاه في المبلغ اللي بتصرفه لك الحكومه بيكون حوالي 55% من متوسط الدخل الاسبوعي، بحد اقصى حوالي 670 دولار اسبوعيا، يعني تقريبا 2500 2600 دولار في الشهر. وال 2600 دولار في كندا يا صديقي يا دوب يكفوا اساسيات النجاه من سكن بسيط واكل، لكن مستحيل يفتحوا بيت او يسددوا اقساط والتزامات اسره. في كندا يا صديقي بشكل عام انت بتشيل مسؤوليه نفسك من الالف للياء، ومفيش اي حد هيهتم بحالتك لو وقعت، ولو ما لقيتش شغل الديون هي اللي هتاكلك. وده هياخدنا للنقطه الحاسمه:
كندا ولا الخليج؟ كندا ولا ألمانيا؟ عشان تاخد يا صديقي قرار نهائي وما تندمش لازم تحط كندا في كفة والبدائل التانية المتاحة في كفة. وأشهر بديلين بيفكر فيهم أي شاب عربي هم دول الخليج وأوروبا، وتحديدا ألمانيا كأكبر اقتصاد هناك. أولا كندا ولا الخليج؟ الخليج يا صديقي بيديك فلوس كويسة لو أنت بتنافس في مربع الندرة، وكنا عملنا حلقة بالتفصيل عن السوق الخليجي زي السعودية، ممكن تشوفها من الآي اللي فوق. هناك مستوى الرفاهية عالي جدا وبيئة محافظة ومناسبة لدينك وثقافتك، فتقدر تربي عيالك وأنت مطمن. بس العيب القاتل في الخليج هو عدم الاستقرار. الإقامات هناك مؤقتة وبتتجدد كل سنة، بالإضافة للنظام الكفيل. دايما بيكون عندك إحساس إن الوضع مؤقت وممكن تمشي في أي وقت وتسيب البلد لو حصل ضرب في الشركة أو حتى تقليل عمالة. في المقابل بقى كندا بتديك باسبور قوي وجنسية واستقرار قانوني للأبد، والرعاية الصحية في كندا مجانية، لكن في الخليج بتكون مرتبطة بعقد الشغل بتاعك. لكن الضريبة قاسية. المهاجر اللي بيكون عايش في مستوى رفاهية معين في الخليج بيكتشف إن الرفاهية دي مش موجودة بنفس الصورة في كندا، لأنك هتدفع ضرائب عالية جدا، هتاكل مرتبك، وهتعاني ثقافيا عشان تحافظ على أولادك. اتنين بقى، لو بتقارن كندا بألمانيا، فألمانيا تكسب في نقط كتير. أولا ألمانيا اقتصادها الصناعي وحش وأقوى بكتير من كندا، والأهم إن التعليم الجامعي فيها مجاني وحقيقي ومستوى أعلى من دول كتير. لكن عيب ألمانيا الأكبر هو اللغة الألمانية صعبة جدا ومحتاجة مجهود خرافي عشان تتعلمها وتندمج في سوق العمل هناك، وكنا عملنا حلقة بالتفصيل عن ألمانيا وهل تستاهل ولا لأ، مهم جدا تشوفها من الآي اللي فوق. وكمان المجتمع الألماني منغلق شوية ومش متعود على المهاجرين ومش بيتقبلهم بسهولة بنفس مرونة كندا. كندا ميزتها الكبيرة إنها دولة قايمة أصلا على المهاجرين، والسيستم بتاعها واضح، مفيش حد هيتعامل معاك على إنك عبء، لأن البلد كلها ألوان وخلفيات وديانات مختلفة. الخلاصة يا صديقي، لو بتدور على الفلوس والراحة والرفاهية الخليج يكسب، لو بتدور على تعليم قوي واقتصاد صناعي ومستعد تعافر مع لغة صعبة ألمانيا هي الأفضل. أما لو عندك هدف أكبر وهو مجتمع متفتح باللغة الإنجليزية يضمن لك باسبور قوي ليك ولعيالك ومستعد تدفع تمن ده من فلوسك وراحتك، يبقى كندا أحسن. وفي الآخر يا صديقي مفيش صح وغلط، أنت صاحب القرار وأنت اللي لازم تقيم موقفك. وكنا عملنا حلقة كاملة عن استراتيجية السفر، يعني تسافر ولا تقعد، فيها أبعاد كتير جدا أحيانا كتير مننا بيغفل عنها. ودلوقتي السؤال لحضراتكم، لو سافرت كندا سواء لسه هناك أو رجعت، ممكن تنقل لنا رأيك في الوضع هناك وتقول لنا إيه هي الصعوبات وتحديات المجتمع الكندي. مستني إجاباتكم اللي بتكمل الصورة في التعليقات، وهتابعها بنفسي لأن مؤمن إن النقاش هو اللي بيصنع الوعي. شكرا إنك كملت معايا الرحلة دي للآخر، ولو عجبتكم الحلقة اعملوا لايك وشير واشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد، وكمان احكوا لأصحابكم وحبايبكم عننا يمكن يستفيدوا. واشوفكم على خير في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.